ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا معايا دكتور خالد سعد، والنهارده الدكتور هيكلمنا عن الثعبان في الحضاره المصريه القديمه او الافعى، وليه طبعا هو المصري القديم خلاه معبود من المعبودات. احنا عندنا دلوقتي في اي جهة علمية بتعمل نوع من انواع تصنيف الحيوانات او الزواحف، فالتعبان من الزواحف. المصري القديم في البداية خالص في فترة البري دايناستي اظهر لنا نوعين اتنين بالذات، اللي هو الحية المقرنة طريشة اللي استخدمها حرف الاف، خوف. واستخدم لنا التعبان الزراعي اللي هو الجد، اوكي. اللي هو طويل شويه. ابو السيوط. هل هم دول نوعين التعابين اللي كانت موجوده عند المصري القديم؟ لا، كان المصري القديم عنده انواع كتير جدا. كل ما بيكتشف نوع من انواع التعابين كان بيسجله وبيوثق. من ضمن التعابين دي كوبرا المصريه. وطبعا احنا عايزين نشرح بس ليه الكوبرا المصريه تم تقديسها، ليه ما تمش تقديس الحيه المقرنه مثلا، وليه تم تقديس ثعبان العادي اللي اصبح ايبك او اصبح ايح او اصبح احد حراس البوابات في العالم الاخر، وليه ظهر لنا احد حراس البوابات في الايميد وات او البريت ايميرو بشكل بشري براس تعبان وماسك في ايده سكينه وواقف على بوابه ومستني من المتوفى يقول له كلمه السر. الثعبان المصري استخدمه المصري القديم، وخلي بالك اللي انا هقوله ده معلومه تكاد تكون مش معروفه لكتير من الناس، ان المصري القديم حنط التعبان وحنط كم كبير. لم يترك المصري القديم شيء الا محنط، فيما عدا طبعا النمل. انا شفت مومياوات لقطه قبل كده. لكن هو مثلا حنط البرص من الزواحف، وحنط التمساح من الزواحف، دي شفتها، وحنط التعبان من الزواحف. اولا، هل المصري القديم ادرك الفرق ما بين الثعابين السامه والثعابين الغير سامه؟ لا ادرك. هل المصري القديم استطاع ان هو يستخلص السم من الثعابين السامة لاستخدامه كترياق أو أحد وسائل الحرب، لأن كان بيحطوا على رؤوس الأسهم اللي معمولة من المعادن، وبالتالي هو قدر يفهم الفرق ما بين الثعبان السام الضار والثعبان الغير سام. دايما المصري القديم ياخد ملمح مهم جدا، ان اللي صديق ليه او محبوب ليه يديله صفات حسنه، واللي عدو ليه اللي بيضره او بيضر حيواناته. ان الكوبرا هتعض مثلا بقره، او مثلا هتعض طائر او هتعض كبش، فيديها صفات ايه؟ سيئه. لكن حاله الكوبرا ان شاف في الكوبرا الشموخ، ان هي بتشرع، وشاف في الكوبرا الارتفاع، عمليه الصعود من الارض الى السماء. فعملها ايه؟ خدها حطها تاج البراند او العلامه الرئيسيه بتاعه التاج، وحط معاها ايه؟ حط معاها انثى النسر، عدوة اللي هي الرخمه. فالاثنين انثى النسر صح؟ الرخمه. فالاثنين كانوا رمز من رموز الملكيه. انا اول مره اخد بالي ان هو حط معاها عدوتها، ان فعلا النسر هو اللي بيصطاد التعبان. الوحيد اللي يصطاد الكوبرا النسر، الرخمه مش النسر. انا ما اعرفش الرخمه ده، اللي هي انثى النسر. اسمها اللفظه كده، اسمها الرخمه. اسمها الرخمه يا جماعه، انثى النسر الرخمه. طيب المصري القديم بقى خد التعبان السام اللي ليه اكتر من شكل ظهر في الحضاره المصريه. ظهر لنا مثلا القطه وهي بتقطع التعبان بالسكينه، ظهر لنا التعبان. طب لو احنا نلاحظ ان المصري القديم عمل حاجة ظريفة جدا في التفرقة ما بين التعابين، ان المصري القديم لم يصادق ابدا الطريشة، ما حبهاش خالص نهائي، عشان خبيث، لانها غدارة ولانها بتبخ السم، فما بيقدرش يتعامل معاها. مش الكوبرا اللي بتبخ السم؟ لا، الكوبرا بتبخ السم في الظهور، يعني عندها نوع من انواع الشموخ تقدر بتواجه الانسان. انما التريشه دي بتبقى ملتفه حوالين نفسها كده، مستخبيه، وبتطلع فجاه بتروح بخ السم بتاعها او قرصه. وخصوصا ان هو ما عندوش بقى بنطلون، فرجله باينه. فعشان كده المصري القديم فرق ما بين انواع التعابين، وعندنا ملامح كتيره جدا موجوده في اكتر مقبره ظهر فيها شكل للتعابين وشكل للحيات والافاعي، كانت مقبره رمسيس 6 في البر الغربي. رمسيس 6 في وادي الملوك. وكتاب الايميد وات the person will face in the life after death، الانسان هيقابل ايه في حياته ما بعد الموت. عايز تقول حاجه ثانيه يا دكتور؟ شكرا جزيلا. شكرا.